قبل 4 أيام من مباراة الكلاسيكو في نهائي كأس الملك أرسل برشلونة رسالة شديدة اللهجة لريال مدريد وفاز على مايوركا بهدف متسخ، وأثبت للريال أن ليغا نيغريرا عادت ولا يمكن لأي فريق في المجرة مهما كان أن يوقف سطوة النادي الكتالونية. حارس مايوركا قام ب 12 تصدي في مباراة واحدة ضد أقوى جيل لبرشلونة. أيام تيرشتيغن هذه التصديات كان يوزعها على موسم كامل. حفيظ الدراجي في هذه المباراة همه الوحيد كان هو أن يسجل مايوركا حتى يقول قلت لكم أن مايوركا سيسجل. برشلونة اليوم سدد 40 تسديدة دخل منها هدف واحد فقط، أما 39 أخرى ستدخل في شباك كورتوا. مشجعي ريال مدريد طوال العام وهم ينتظرون خسارة برشلونة المباراة القادمة، وقد صرح يمين شمال: لا أسجل في مرمى خالي لأن خالي أخو أمي. بيدري أسهل لاعبين وقته. ونتمنى من جماهير برشلونة أن تعذر يامال على إضاعة الهدف، فهو ما زال قاصر ويبلغ من العمر 17 سنة فقط منذ 2020. في برشلونة اللي يجيب أقل من 7 يسمونه إقطاع الحديد. وحسب وكالة ناسا فإن السرعة التي ألغي بها هدف مايوركا أسرع من سرعة الضوء، لأن الحكم ألغاه دون أن يرجع للفار. إحصائيات المباراة ذكرتني بإحصائيات مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.